اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أغلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الزلابية أو العوامات أو لقمة القاضي. هي لها كذا اسم كده بس احنا بنقول عليها الأشهر يعني الزلابية. هنعملها إن شاء الله بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وهتطلع معاكي كور منتظمة زي ما انت شايفة كده، وداعا بقى للأشكال الفضائية اللي كانت بتظهر كده في الطاسة أول ما تحطي العجينة بتاعتك. لأ، ان شاء الله هعلمك ازاي تعمليها النهاردة بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وكمان هتطلع معاكي طعمها خرافة بجد. انا في اليوم ده كان عندي ضيوف بصراحة، وجوزي اتحداني بقى وقال لي انا عايزك تعملي الزلابية اللي كانت بتعملها لي امي زمان يعني. فقلت له تمام، مفيش مشكلة يعني عادي، يعني هي كانت بتعمل ايه؟ ده زلابية. تمام. بس انا الحمد لله طلعت ان انا قد التحدي، وعملت الزلابية بطريقة بهرت كل الناس اللي كانوا موجودين وهما بياكلوها اصلا يعني. ما كانوش مصدقين هي بجد انا قمت خمرتها امتى وعملتها امتى وكلوها في ثانية، بسم الله ما شاء الله يعني. ما فضلش منها حاجة. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل الفيديو كده مع بعض. اول حاجة عملناها حطينا 4 كوبايات من الدقيق بما يعادل نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من الحليب البودرة، معلقة كبيرة من السكر، رشة ملح بسيطة، 4 معالق من الكاستر وممسوحين، يعني 4 معالق من الكاستر ويكونوا ممسوحين، وكيس خميرة فورية. تمام. اهم حاجة ما نكترش سكر، لان في ناس ممكن تعملها مثلا بالعسل، احنا هنعملها بالسكر البودرة وهنعملها بالنوتيلا. تمام. هي معلقة سكر تمام جدا جدا على النص كيلو من الدقيق. تمام كده. هنحط 4 معالق من الزيت، 4 معالق من الزيت ومش هنكتر. النص كيلو بيحتاج قد ايه مية؟ النص كيلو بيحتاج كوبايتين من المية، يعني مجين من بتوع الشاي، مجين من بتوع الشاي مية. العجينة بتاعة الزلابية ما بتحبش المية ولا الملمقة، بتبقى عجينة متماسكة كده في نفسها، وهوريكي دلوقتي. تمام. هي العجينة المظبوطة. تمام كده. كده حطينا كل المكونات، وهكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف. حطينا كوبايتين تمام من المية، وهنبتدي ان احنا نعجن. هنعجن الاول بالراحة. تمام. الناس بقى اللي عندها عجان تمام مفيش مشكلة، لكن الناس اللي مش عندها عجان زي حالاتي كده خلاص هنعجن بالراحة. نلم العجين بتاعنا كده من فوق، من فوق لتحت. بصوا، هاتي بقى من تحت لفوق كده وعصوري كده بايديكي عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. بصي، بصي الحركة اللي انا بعملها بايدي دي، شايفينها؟ لمي كل العجين. هسمعكوا صوت العجين دلوقتي، ثانية هتسمعوا صوت العجين. بصي، العجينة هتبقى ملبن، هتبقى ملبن في ايديكي. بصي سمي كده بسم الله الرحمن الرحيم وانتي بتعجني العجينة كده، وصلي على الحبيب المصطفى. بصوا نقطتين مية، شايفين؟ نقطة، يعني بصوا قطرتين مية. بصي سمع صوت العجين. اهم حاجة العجن، اهم حاجة العجن في الزلابية بالذات علشان تديكي نعومة. هتديكي كده النعومة كده لما تيجي تاكلي الزلابية كده ما تحسهاش ان هي محصونة كده او منفخة ومن جوه مثلا مكتومة. لا، بصي شايفة شايفة العجين عامل ازاي؟ انت هتحسي في الاول ان هو كان متكتل او الدقيق معاكي مش، لا، طول ما انت عماله تضربي فيه. بصي انا مش عايزه افصل، انا مش عايزه افصل الكاميرا علشان تشوفي انا بعمل ايه بالظبط. شايفين؟ شايفين؟ كريمي. اهم حاجه انك توصلي لدرجه ان العجين معاكي يبقى كريمي. بصوا يا بنات، علشان في مقطع بتاع الخميرة ده اتحذف. تمام. انا هكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف.
بس اتبعي يعني امشي ورايا في كل الخطوات دي. هنغطيها بقى كويس جدا ونحط عليها حاجة تقيلة، وبعد كده هغطيها برضو بحتة كده قماشة عندك بتاعة مطبخ او فوطة او فوطة مطبخ مثلا، وحطيها بقى في فرن البوتاجاز. تمام، لا مش هتولعي فرن البوتاجاز، يعني انت هتحطيها في فرن البوتاجاز على اساس ان هي تخمر اسرع يعني. تمام. طبعا لو الجو شتاء هتدفي بس فرن البوتاجاز وبعد كده تطفيه وهي تاخد الدفى لو انت عايزاها تخمر اسرع. تمام. لكن طبعا في الصيف هتخمر معاكي، مش هتاخد معاكي وقت، نص ساعة وهتلاقيها خمرت. هي فعلا ما خدتش معايا غير نص ساعة تقريبا، 45 دقيقة حاجة زي كده، بس هي يعني ما خدتش اكتر من كده في التخمير. تمام. وابتديت ان انا اشتغل فيها على طول. ما تنسوش بالله عليكم، بالله عليكم تصلوا على الحبيب المصطفى، تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، وكمان تكتبوا لي كومنت كده، يعني تقولوا لي رأيكم لو انتوا جربتوا الطريقة. كمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. بصوا بقى، السر هنا في حاجتين، يعني السر هنا في حاجتين، انك انت تعجني الخميرة حلو جدا وتطلع معاكي السمك المظبوط. بصي، بصوا بقى، لا هعملها بكيس ولا هعملها بمثلا بقمع ولا اي حاجة، بايدك كده. بصي اهو، بصي شايفة؟ اهم حاجة بقى المعلقة اللي في ايدك، شايفين المعلقة اللي في ايدي دي؟ خلاص، اصغر معلقة عندك، متقلقوش خالص من الزيت. الزيت هيسخن معاكي دلوقتي. تمام. يعني دفي، خلي الزيت يسخن شوية صغيرين جدا، وبعد كده انزلي بالزلابية. عندك بقى طبق على جنب كده فيه شوية من الزيت، بنزل المعلقة الصغيرة جدا دي، معلقة صغيرة جدا، اصغر معلقة عندك اشتغلي بيها، اصغر معلقة عندك. المعالق البلاستيك دي متوفرة طبعا في كل حتة يعني. تمام. هنا بقى ابتدى الزيت ان هو يسخن. انا مش عايزة الزيت يكون سخن قوي اول ما انزل العجينة يحرقها، لا انا عايزة الزيت يكون يعني دوبك دافي، وانزل العجين براحتي، وبعد كده اعلي بقى النار براحتي. تمام. شايفين الكور؟ شايفينها كور منتظمة ازاي من جوه بقى؟ عايزة اقول لكم يعني هشة جدا، هشة قوي، مش مكتلة كده ولا مكبسة في قلب بعضها، خفيفة قوي قوي قوي، خفيفة جدا. يعني اللي هياكل منها واحدة او اتنين، لا ده ممكن يعني طبق كله ما شاء الله، يعني من كتر ما هي خفيفة جدا جدا. اللبن بودرة مديها برضو طعم تحفة. الكاستر بقى ده حكاية، الكاستر ده حكاية حكاية حكاية. لو مش متوفر الكاستر يا جماعة، ممكن نشا، ممكن 4 معالق ممسوحين من النشا. هنا طبعا هنعمل بالسكر. خلاص، سكر البودرة، اطحني شوية سكر بودرة كده وانزلي بقى على الزلابية بتاعتك كده وهي سخنة، ويا سلام، ودوقي بقى طعمها حكاية حكاية حكاية. سامحوني بقى لو نسيت اي معلومات او اي حاجة بقولها لكم. تمام. بس جربوا الطريقة هتعجبكم جدا جدا جدا. بالشوكولاتة دي سهلة جدا يعني.